ازيكم؟ ان شاء الله انتم كويسين. اهلا بكم في فيديو جديد. وصفتنا الليله زي ما شفتوا هعمل معاكم القرقور السوداني، او هي عباره عن فطاير مخروطيه. هدخل معاكم في الموضوع طوالي. عندي 4 اكواب دقيق، رشه ملح، 1 ملعقه صغيره سكر، ملعقه صغيره باكنج باودر، وبيضه، وملعقه كبيره خل، وكمان عندي تلت كوب زيت. هقلبهم كلهم وهضيف الماء شوي شوي لحد ما احصل على القوام اللي انا عايزاهم. هخلي لكم المقادير كلها في صندوق الوصف كمان، ان شاء الله ما انسى بس. هعجن لحد ما اصل لعجينه متماسكه، تكون لا طريه شديد ولا قويه شديد. هخليها تتخمر شويه بس كده عشان الجلوتين بتاعها يمط وتتفرد معي بسهوله. بعد ما اخلص عجن هألفها بالراق وهاخدها ترتاح شويه. في الوقت ده ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة لو ما مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو كمان عملتوا لي شير للفيديو أكون شاكرة لكم جدا. من هنا قطعت العجينة لنصين عشان جزء عملته مالح وجزء عملته معاكم بالسكر. بالسكر صراحة هتحتاجوا تضيفوا شوية بتاعت فانيلا حسب الرغبة يعني. وهنا كمان ما ضفت الفانيلا، لكن الشيرة كان فيها منكهات فما كانت مؤثرة شديد يعني، لأن البيض أنا اوريدي عاملة له خل. فزي ما شايفين دي الطريقة. هنا كده بشيل بفرد العجين وبقسمها لشرايط كده، وبشيل شريط شريط وألف. أنا الأقماع بتاعتي هنا للأسف صغيرة، عشان كده ما كنت عارفة مقاسها كيف، أول مرة أشتغل بيها. جبتهم من شيئين حابين يطلبوها وكده. ف كنت اهو بشيل شوية شوية من العجينة وبلف بلف بلف. احيانا بتطلع كبيرة بتتلفى معاي للاخر، بيكون فضل حاجة بسيطة فبقسم العجينة اللهم كده. فبتلفوا بحيث انه يكون ما في فراغات في النص عشان ما تفتح معاكم بعدين في التحمير. هلفهم كلهم وحمرهم على زيت غزير. و التحمير بيكون ذهبي. النار بتكون يا جماعة متوسطة، ما بتكون عالية شديد عشان ما تحرقوا ليكم ويكون ني من جوا، وممكن تكون كمان واطية شديد عشان ما يشرب معاكم زيت ويطلع معاكم معجن وتقيل وكله زيت كده ما بتأكل. حابة انوه لانه انا بقيت نشيطة في قناتي التانية يا جماعة، اللي هي سارة لايف ستايل 88، للناس اللي بتحب الروتينات بتاعت التنظيف والمشتريات وكده. قاعدة انزل لكم فيديوهات الفترة دي، خشوا شوفوا الفيديوهات الجديدة، وما تنسوا الاشتراك في القناة واعملوا شير عشان هناك كمان نصل ال1000 مشترك. لسه ما وصلنا ال1000 يا جماعة، معقول يعني يا جماعة همتكم معايا بنات. تسلموا كتير، شكرا لكم لكل الناس اللي بتدعمني وبتعمل لايك وبتشير وبتعمل تعليقات جميلة. شكرا لكم كتير، شكرا شكرا شكرا. هنا واحنا وصلنا تقريبا 3000 ونص ولا حاجة زي دي. يلا همتكم معانا يا جماعة عشان نحصل ال10,000. ما أفضل حاجة كتيرة عشان أعمل لكم سحب وأعمل لكم مسابقة. لما نحصل ال10,000 حيكون في جوائز قيمة شديد، فاتأكدوا إنكم متابعين القناة عشان تعرفوا كل جديد وكده. زي ما شفتوا أهو عملت معاكم الحشوة المالحة اللي هو جزر بشرته، وعندي كول فلاور اللي هي لونها بنفسجي دي، وشوية جبنة، و حطيت لهم ملح اختياري يعني، انا بحب الملح دايما حتى لو في جبنة. فحشيته. ودي التاني هنا الشيرة زي ما شفتوا. مقادير الشيرة اللي هي كانت كوباية واحدة وشوية موية وشوية ليمون وهبهان، وقدمتها ورشيت فيها شوية جوز هند. وبالعافية عليكم، عملت لكم الطريقتين عشان اختصر عليكم. عارفة انه في ناس بيحبوا المالح وفي ناس بيحبوا الحلو، انا عملت لكم الاثنين في فيديو واحد يا جماعة. رجاء شيروا الفيديو ده، شيروا الفيديو واعملوا لايكات كتير بليز بليز بليز، لانه اخذ مني زمن طويل عشان اعمل الاثنين دول. يلا لحد ما الاقيكم في وصفة جديدة وفيديو جديد اقول لكم في امان الله. واكتبوا لي في التعليقات عايزيني اعمل لكم شنو، وعايزين تشوفوا شنو تاني في الفيديوهات التانية في القناة. لحد ما الاقيكم في الفيديو الجاي اقول لكم في امان الله، سلام.